هو انت فاكر ان كل حاجه في الاتش ار عباره عن تعيين؟ لا يا صاحبي، ده الموضوع اكبر بكتير. بص بقى، اداره المواهب مش بس توظيف وخلاص، دي رحله كامله من جذب وتطوير واحتفاظ بالناس عشان تخلي شركتك تكبر. يعني ايه الكلام ده؟ ببساطه ان انت بتتابع رحله الموظف في الشركه، فبتتابع تدريبه وتقييمه، ولو في فرصه للترقيه ليه هو مناسب ليها ولا لا بكل سهوله. طب ازاي اعمل ده؟ فانت لو شركتك كبيره وعندها امكانيات هتقدر تستخدم لو عندهم ساب سكسس فاكتور زوهو بيبل. طب لو امكانيات الشركه محدوده، سهله، ممكن تبدأ بشيت اكسل او جوجل شيت. هتحط فيه بيانات الموظف، تقارير ادائهم، تدريباتهم، وهتتابعهم بنفسك بشكل دوري. من الاخر اللي بيدير موظفين ده عادي، لكن اللي بيدير مواهب ده بيبني مستقبل الشركة. فلو انت مدير او شغال في الاتش ار فاكر اخر موظف طورته، اكتب لي في الكومنت لو انت عايز تدير مواهب مش موظفين. ما تنساش تعمل لي فولو علشان تتابع كل حاجة عن الاتش ار والابديتس اللي فيه.